السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شباب. مثل ما أنتم عارفين يدي مقبصة، معلش غير يومين، لكن مش هذا الحديث. الحديث إنه بيومين حاسس إن حياتي انشلت. الحياة عندي كلها توقفت بيد واحدة. لا تعرف تلبس، ولا تعرف تأكل، ولا تعرف تشتغل، ولا تعرف تب كرامة. لو دخلت الحمام ولا شيء ما تعرف لا تمسك المغرف ولا تتوضي ولا ايش تفعل. حتى وانت بكرامة خيط الجزمة ما تعرفش تربطه بيد واحدة. فحسيت ان حياتي انشلت. هذا الشيء خليني افكر بالمعاقين اللي عندنا في اليمن من آثار الحرب هذه الظالمة. كم واحد معاق بدون ايدي؟ كم واحد معاق بدون ارجل؟ فكرتم هذا اللي بدون ارجل كيف يدخل الحمام؟ يدخل نظيف يخرج وسخ. فكرتم باللي ما عنده ايدي كيف يلبس؟ ابدا. فيا شباب، وانا ايضا اقلب في التلفون شفت صور القتلى اللي عندنا في اليمن من اثار الحرب، اللي لابس مدني واللي لابس ميري، اللي مكومين فوق بعض. الصور اللي موجودات عندي اللي مكومين فوق بعض اكثر من 5 و6 و10، اللي فوق الجنات، اللي فوق السيارات، اللي فوق اللي بقلاب جالسين يقلبوا بهم لحفره، اللي فوق بالشاول جالس يدفنهم. فجلست افكر وتذكرت ايضا برنامج نوح الطيور، لما كانت تجي الام وتجلس تبكي وتقول لك انا ابني 30 سنه ما شفته، نفسي اشوفه قبل ما اموت لو مره. يتصور الام هذه ان 30 سنه وما نست ابنه. الاب 30 و40 سنه وما نسي طفله ابنه ابدا. ف كم صار الان عندنا مشاكل من هذا النوع؟ يعني الناس اللي ماتت في الجبال وما حد يتعرف عليها، الناس اللي دفنت واهلهم ما شافوهم وما هم عارفينهم احياء ولا اموات، الناس اللي اتحللت جثثهم في الجبال وما حد قدر ياخذ جثثهم، واللي اكلتهم السباع والهوام والقطط والكلاب. هذول العدد الكبير جدا مش مشكلتهم انتهت بموتهم مشكلتهم بدأت. لك مني انك تتصور مثلا بنت في مقتبل العمر، عمري 20 سنة، عندي طفل او طفلين، زوجي مات وما حد يتعرف عليه، هو حي ولا ميت، جثته تحللت في الجبل او دفنوه ما عاد حد دري عنه شيء. اني تظل طول عمري بدون زواج. ليش؟ لانه يقول لك ما شفنا جثته. تروح تتزوج تخاف بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنين يرجع زوجه، وبعدين فضيحة يقولوا زوجة فلان مزوجة. لك يعني تصور الام اللي تجلس بقية حياته وهي منتظرة ابنه يرجع، لانه تقول لك ما شفنا جثته، هو مسجون، هو مخطوف وهارب ما تدري. تصور الاب اللي يعيش بقية حياته بحسرة منتظر ابنه يرجع، كل ما دق الباب او رن التلفون يقولوا هذا ابننا. تصوروا كمية الوجع. صدقوني لو مات قريبك وجابوا لك جثته بتبكي عليه شهر شهرين وبتنسي، لكن انه يظل غائب تظل كل يوم تبكي، كل يوم تبكي، كل يوم تتذكره، كل يوم تنوح. فيا شباب، اذا ما وقفنا ضد الظالم، كلنا ضد الظالم، حتى لو كان ابوك توقف ضده. اذا ما وقفنا ضد من كان السبب في هذه المآسي كله، اليمن كله بتصير معاق، اليمن كله بتصير معاقة، واليمن كله بتصير مخفية، ونص اليمنيين بيظلوا منتظرين أهلهم يرجعوا. أنا وأنتم كلنا نعرف منو كان سبب هذه الحرب الظالمة، وسبب هذه المجازر، وسبب هذه الناس اللي ماتت وتعفنت وتقطعت وتحللت في الجبال وفي الوديان ولا حد داري عنهم شيء. فإذا ما نال جزاؤه في الدنيا، جزاؤه ينتظره في الآخرة. فيا شباب، خليكم كلمة واحدة حتى نخفف عن معاناة الناس، حتى لا يصير عندنا معاقين أكثر، حتى لا يصير عندنا مخفيين أكثر. صدقوني يا شباب إنه وجع في القلب وحسرة لا تنتهي. السلام عليكم.